السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان متتبعي القناة ديالي الصغيرة اللي ما طاحت لي فرصة يعني اللي يتفرج في الماتش كامل. ملخص ديال الفوز ديال المغرب بجوج ضد النظير ديالو الغاني، اللي الحمد لله تم الفوز المغرب، يعني فوز مستحق. والسلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تشجعوا القناة ديالنا إن شاء الله بلايك وأبوني. والسلام عليكم. شكرا للزميل العزيز احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهائي بطوله افريقيا للاعبين المحليين. المشهد الاخير في هذه البطوله التي استضافتها واحسنت استضافتها بعد ان تاجلت هذه البطوله بداعي طبعا انتشار فيروس كورونا. هي الكره لنفسه ارسل قذيفه لكن مرت اعلى المرمى. و25 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول. والزريتي أنس الزريتي يتعرض الآن لإصابة بين الحارس البديل لأسود الأطلسي، لكن عاد أنس الزريتي. تمنى للسلامة أنس الزريتي. هذه كرة في الأمام فيها خطأ وركلة حرة وتدخل اللاعب بارو سانوغو. تدخلات القوية هذه بارو سانوغو مش ممكن، غريبة وعجيبة. لاعب كرة في الأمام عمر النمساوي، ضربة رأس من جانب سانوغو، والكرة من جانب أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي الشوط الأول. تسديدة لكن خارج المرمى. هي الكرة لنفسه، سدد بالقدم اليسرى. تسديدة مرت إلى خارج المرمى، ركلة مرمى في مناسبتين متتاليتين في بطولتين متتاليتين. المنتخب الكونغولي مرة في 2009 في النسخة الأولى، ومرة في 2016 في النسخة في رحلة البحث عن اللقب الأول في هذه البطولة. يشارك عمر النمساوي، لاعب كرة في الأمام مرت إلى خارج 11. وتوج المنتخب التونسي بالبطولة، والجزائر بمشيئة الله ستكون البلد العربي الثالث الذي. هنا خطأ لسادي، تعود من جديد برمي التماس، بوجود رمي التماس لمنتخب مالي. منتخب مالي الكاميروني في نصف النهائي. المنتخب اكتسع، دي كرة خطيرة لكن وصلت إلى الحارس والقاء في نصف النهائي. عرضية من جانب النمساوي والحارس معمر يلعب كرة في الأمام الكعبي، واستلام من جانب الكعبي اللي سقط الآن في الكعبي. خطأ في هذه اللقطة، تمريرة من جانب معمر سقط على إسرو أيوب الكعبي. واحدة حتى الآن لأيوب الكعبي من عمر الشوط الأول في هذه المباراة، وتفكير عميق من جانب الحسين عموتة المغربي، بينما كان أفضل حارس في البطولة أكرم الهادي. الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان، حمزة المساوي المغربي أيوب الكعبي. كرة مقطوعة وكرات ملعوبة. هذه أنس الزريتي الحارس حذاري من مثل هذه اللعبات. سفيان البفتيلي ملعوبة صافرة، خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب المغربي. غير اتجاه اللعب على اليمين، محاولة عمر النمساوي الأبعد على طول، تدخل يأتي من جانب المدافع المساوي، وهذه ضربة رأس مرة. هنا المساوي اللي راح وأصبح قلب دفاع، ويلعب كرة عالية في الأمام. حمزة المساوي وصلت هذه كرة عالية في الأمام، مرت إلى رمي التماس لصالح المنتخب سلبي. هذه كرة في الأمام، نوح سعد عاد، وكرة عالية وصلت سهلة إلى أنس الزريتي. حمزة المساوي لعب كرة في الأمام، ومحاولة من جديد لتغيير اتجاه اللعب. وكذلك المنتخب المغربي الوصول الثاني، لكن عادت من جديد لسفيان البفتيلي اللي بيلعب كرة في الأمام. مشاركة لها أيضا للدور ربع النهائي في 2014 في جنوب افريقيا. عبد الله الحافظي، ايوب الكعبي، حافظي من جديد، عدى وفات وخد خطه وركله حره.
كان ساقط على ارضيه ملعب المباراه بعد كره مشتركه مع من زمن الوقت الاصلي للشوط الاول. مشاهدينا هتكون ايضا في العام القادم في الكاميرون. ركله حره يلعبها عمر النمساوي، لكن ركنيه. عبد الله الحافظي يلعب ركنيه من على القائم القريب. نمساوي باجايوكو يلعب عرضيه، لكن ابعاد ياتي لرحيمي. راح رحيمي، انطلق رحيمي يبحث عن المرور، مطالبه بخطا. حكم قريب من اللعبه لم يشير بوجود اي خطا، يبحث عنها نوح سعداوي. حكم المساعده الثانيه كارين فوم. وكلا المنتخبين لم نشاهد ولا هجمه خطيره على كلا الحارسين. تلعب كما اعتدنا يعني في معظم البطولات، واكتسح المنتخب النيجيري برباعيه نظيفه حتى الان. تعويره يضيف دقيقه واحده فقط وقت بدل من ضائع في زمن الشوط الاول. هجوميه للمنتخب المغربي، ولكن صفرت النهايه.